السلام عليكم خياتي، ان شاء الله يلقاكم فيديو يابي احسن الاحوال. جبت لك اليوم تحليه بذوق الليمون، حاجه بزاف كلاسو بروفيسيونيل يحلفوا عليك باللي شريتيها ما خدمتيها لهم في الدار. تبعي معايا نعطيك كامل الطرق لنجاحها وتخرجيها بيان فيني كيما راكي تشوفي. نبداو اول حاجه بكريمه الليمون. هذه ننصحك خبيها في عينك لانها كريمه هي بالذات تشري لي تاخذي تاع برا وتعجبك من حموضه تاعها. نبداو اول حاجه عندي 3 حبات بيض مع زوج صفار ونزيد كاس تاع سكر كريستاليزي ونحرك مليح حتى نحل هذاك زلال البيض ما يبقاليش مكركب. نضيف هنا ملعقه صغيره تاع لافاني ونعاود نخلط مليح حتى يتحلي مليح هذاك بيض البيض هو الصح. نضيف تاني هذاك الكاس تاع عصير ليمون اللي نكون صفيته. وهنا خياتي اللي تحب كريمه ليمون حامضه تقدر تنقص السكر. بعد ما خلطتها مليح بارد في بارد ديتها على النار هاديه حتى ولات شغل تعقد، شغل تبقبق هكا غير خفيف عقدت لي. هي مالغري تعقد تبقى خفيفه. هنا خياتي يكون ضفت الزبده وراح لي المقطع هذاك اللي ضفت الزبده، ولكن خليت هاد الدقيقه الاخرى باش فقت باللي طفات لي الكاميرا. خلطت هذيك الزبده غير في هذيك الحراره تاع الكريمه تاعي وصفيتها حتى نتخلص من اي شوائب تاع بياض البيض يبقاو لي. ما تخافياش كي راكي تشوفي فيها خفيفه هكا، خليها تبرد ويولي قوامها روعه كيما تشري هذوك لي تارتولات سيترون برا. هايله بون. نروحوا دوكا كي نوجدوا الكريمه تاعنا. عندي من هذه كريمه الليمون وعندي زوج علب بذوق الليمون ياغورت وعندي كاس تاع لاشونتيي وعندك اي سارسو. هذه التحليه تقدري تخدميها حتى في المول الاسطوري. نرفد من هذه كريمه الليمون نرفد كاس معمر. مانيش نخدم لكم بالميزان باش اللي ما عندهاش ميزان تستعمل الكاس، وهذا الكاس متواجد في كل المنازل. حطيت هذيك كريمه الليمون كاس تاع لاشونتيي وكيف الياغورت كي تولي تحسبي بالتقريب راهو واحد الكاس تاع زوج علب يحكموا لك واحد الكاس. ونزيد شويه عطر الليمون هذاك هنا باش يعطي لي الرائحه فقط ويعطي لي لون شباب الكريمه. وتقدري كان عندك هذاك الشفاف تقدري تستعمليه. نخلط هنايا كل حاجه مع بعضها باش ما تطايرش عليا هذيك البودره لاشونتيي وندربها مليح. هنا القوامها قد ما تضربيها مش حتجيك يابسه، حتجيك شويه خفيفه بصح هذاك الخفه تاعها مع كي تقعد في الفريجيدير تبرد لنا راح تولي متوازنه في الاكل وما تجيناش كريمه بزاف ثقيله. دوك هذيك خلاص نروح نعمرها في لابوشادوي نقسمها بيان سور في لابوشادوي هكا وهكا. انا كنت حل ندير في الاول في المول هذاك المستطيل ومن بعد ما عجبنيش كنت حابه نبريزونتي فوق هاد لاسيات نوار وليت بدلت هاد المربع باش يجيني سوا على لاسيات تاعي. بالنسبه لي بودوار تقدري تعوضيهم بلا جينواز. كنا درنا تحليه تاع المول الاسطوري لا جينواز وشوكولا تقدري تنحي لها الكاكاو وتستعمليها تاني كديريها جينواز فاني تستعمليها هنا تخرج لك روعه تقول باتيسري وانتي شريتيها. فاش راني نشمخ لي بودوار تاعي دوكا انا راني نشمخهم في الشربات. احنا ما نحبوش الحموضيه بزاف عندي في الدار. اللي تحب الحامض وحاجه هكا فيها هذيك اللذوعه تاع القارص تقدر تعصر عصير ليمون بدون اي اضافات وتشمخ فيه لي بودوار تاعها. دوكا هنا حكمت بوشادو حكمت نص الكريمه هكا باش يجيني الكيك تاعي هذا متوازن قد من الفوق قد من التحت. فرغتها كيما راكو تشوفوا هكايا ونساوي السطح تاعها باش كي نزيد الطبقه الثانيه تجيني متساويه وحتى كي نقطع الكيك هذايا هاد التحليه تجيني مستويه كيف. نعاود بنفس الطريقه نجيب لي بودوار تاعي ونكمل ندير الطبقه الثانيه بنفس الطريقه كيما درت الطبقه الاولى. بما انك وصلتي معنا لهاد المرحله نتمنى انك ديري لي جيم لا فيديو وكومونتير وتخلي لي رايك في التعليقات في هاد الوصفه اذا كانت عجبتك وراكي رايحه تجربيها. اذا كنت جديده معنا نتمنى انك تشتركي في القناه وتفعلي الجرس ليوصلوك الوصفات القادمه ان شاء الله. واذا كنتي مشتركه نتمنى انك ديرينا بارطاج لا فيديو حتى تعم الفائده على الجميع. بعد ما كملت الطبقه تاع لي بودوار زدت عاود كملت الكميه اللي بقات لي تاع لا كريم هذيك في لابوشادوي باش نخدم خدمه مرتبه ونساوي السطح تاعها. هنايا لازم نخلو طبقه رقيقه وين راح نزيدو كريمه الليمون الثانيه. دوك شوفوا كيفاش نتعاملوا معاها. دوك نمسح الجنب هنا وانا راح ندير كريمه الليمون هذه حتى نلقى مكان وين نصب هذيك كريمه الليمون وتتفرغ لي من في الجناب تبان شابه تبان الطبقه تاعها ما تبانش هذه الكريمه الاولى اللي درناها. نساوي السطح تاعي لازم ومهم باش تخرجي فينيسيون شابه لازم تساوي السطح تاعك وكل مره تعاودي تمسحي هذاك الموس ولا هذيك اللاغاكلات اللي تكوني تخدمي بها. هنا هذا هو الوجه تاع الكاطو تاعنا باش تبان حاجه فيني لازم نفينيوها. ودوكا دخلتها الكونجيلاتور واحد نص ساعه حتى جمدت لي الطبقه الفوقانيه برك. وكريمه الليمون اللي كانت بقات لي
راح تعاود سخنتها شويه يعني باش هذيك الزبده اللي كنا درناها فيها تعاود تطلق روحها وتمشي لي شابه من الفوقه. درت هنا يا ربي واحد 3 مغارف كبار. عاود رجعتها الكونجيلاتور باش تشد روحها مليح هذيك الزبده اللي جايه في كريمه الليمون. ومن بعد نقطع نعاود نجوز الموس على الجناب برك باش تتنحالي. هنا كل ما نجوز الموس نعاود نروح نمسحو نخدمو خدمه نظيفه باش نخرجوا الكيك تاعنا ولا الباتيسري تاعنا حاجه شابه. دوكا تنحي هذاك السرسو غير بهدوء وبالعقل يتنحالك وانتي ختمتي كيك ولا اروع بيان فيني كانك انتي شريتيه. تقدري من الفوق دوكا تشبحيها غير بشويه لامورينك ولا تزيدي لها غير قطعه تاع الليمون تبان شابه. انا تبعت معايا الفراوله الطريقه اللي درتها على 4 باش نخدم هكا كيما نقولوا كي السبوله، حبه معوجه على اختها، حبه معوجه حبه معوجه حتى كملت كامل وسط الكيك تاعي هذايا. هذه التحليه وفوق الفراوله بيان سور لازم لا جولي باش ما تتبلنش هذيك الفراوله. لا جولي لازم تكون سخونه مليح هكا باش تغطي لي لي فراز تاوعي وما يدبالوش. كان تكون بارده تقول ما درتي والو. ورشه غير خفيفه تاع البيستاش. وحنا خدمنا اروع واجمل تحليه تحطيها سهره تاع رمضان، وحتى كي تكوني ريحه ضيفه تقدري توجديها تديها في يدك في ساعه توجد وما تكلفكش بزاف وانتي خدمتي حاجه كلاس وبروفيسيونيل. نتمنى انك تجربيها وتخلي لي رايك في التعليقات لانها فريمون تستاهل تجربه انك تحطيها في سهراتك في رمضان. حاجه بزاف بنينه تفرحي بها العائله تاعك. حطي لي رايك في التعليقات بعد ما كملنا هذا الكيك اسكو يعجبك حتى النهايه، وإلا كنت استفدتي في هذه الوصفه بارطاجيها مع العائله تاعك وخلي لي جام حتى تطلع الفايده للجميع.